السلام عليكم، ازيك يا وحش؟ ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكون بخير. المره دي انا وانت على موعد مع حدث مختلف. حدث ابويا وابوك وجدي وجدك ما عاشوهوش، وهو ايه؟ الله ينور عليك. فوز مصر اول مره مباراه ليها في كاس العالم. كاس العالم اللي كمان 7 سنين من دلوقتي هيبقى مر عليه 100 سنه. احنا منذ مشاركتنا الاولى سنه 1934 لحد اول امبارح ما كناش حققنا فيه اي فوز. فالواحد بفضل الله يعني اهلاوي وشاف بطولات كتير وعاش احداث كتير، لكن المره دي الطعم حاجه اول مره واحد يستطعمها، انك بتكسب ماتش في كاس العالم. لا وايه اول مجموعه كمان، ده موضوع تاني. ده قصه تانية لوحدها، وان شاء الله باذن الله نكسب ايران باذن الله ونبقى صاعدين اول. فهو فوز معنويا احنا كشعب كنا محتاجينه. ليه؟ بعد الله اكبر ما شفنا النسخه اللي فاتت في قطر، الانجازات اللي عملتها المغرب والسعوديه، احنا نفسنا عندنا غير على بلدنا. ليه ما احنا ما نبقاش كده؟ بالتحديد ان موازين القوى في العالم والكره اختلفت. يعني حتى في منتخب حاليا بيقدم عظمه، والعظمه لله وحده. الواحد عايز يسقف له منتخب الراس الاخضر، متعادل مع اورجواي واسبانيا. فريق اول مره بيروح كاس عالم متعادل مع فرقتين خدوا كاس العالم. فده بيأكد لك على نقطة إن الموازين القوة اختلفت، وبدأ يبقى في فرق عربية وأفريقية بتحقق إنجازات وبتوصل دور 8 وبتوصل دور 4. فوسط الناس دي كلها ليه أنا كمان ما أخشش؟ مع اللي الواحد بيشوفه والأحداث الواحد بقى بيعيشها، بقى عايز بقى خلاص. أنا بعد كده مش عايز أفرح إن أنا بروح كأس عالم، أنا عايز ده العادي بتاعي. زي ما عمرنا احتفلنا قبل كده إن إحنا بنشارك في أفريقيا رغم إن لها تصفيات أبدا. فالواحد بقى عايز يخش نعدي المرحلة دي، على رأي أحمد حلمي فيلم الناظر، عايزين نعدي النقطة دي بقى خلاص. اللي هو بعد كده ما احتفلش إن أنا بروح كأس العالم، لا أنا بحتفل بإنجازي في كأس العالم. نتكلم بقى عن احداث الماتش امبارح. ماتش ملوش علاقه ببعض، كان نصين، شوط اول حماده وشوط تاني حماده خالص تاني خالص. لكن امبارح تريزيجيه عمل لقطه، سيبك من نقطه الهدف ما هاجيلها معاك دلوقتي، لكن فكره ان الراجل ده لا امبارح عرفنا قيمته بالذات مع مرموش. الشوط الاول زي ما بقول لك انت ما جيتش، انت بتدي كمان نيوزيلندا جون هديه في اول ربع ساعه. مهند لاشين واحمد فتوح الاثنين طلعوا خبطوا في راس بعض وسايبين الواد الطويل الفرع اللي النخله اللي بتلعب مع نيوزيلندا دي حطها بمنتهى الاريحيه. ومصطفى شوبير ولا يسال عنها، مصطفى شوبير ده اللي هنجيله ده موضوع تاني، فده قصه تانيه. المهاجم زق امام عاشور، امام وقع، اعتمد بقى ان خلاص ممكن الحكم يرجع يشوف الفاول بتاعه وراح سايبه. راح التاني طالع بمنتهى الاريحيه بيحط جول، مش مشكله عدي النقطه دي. انا دخل فيها جول اول ربع ساعه بالاداء اللي احنا شفناه في المباريات اللي فاتت، حتى المباريات الوديه. يعني انت لعبت السعوديه في السعوديه بتكسب، اتعادلت مع اسبانيا في اسبانيا، لعبت البرازيل في امريكا بتتغلب بفرق واحد، لولا كمان خفوات دفاعيه كان ممكن تطلع متعادل وكان ممكن تكسب البرازيل كمان. خدت بالك بتعمل افتتاحيه كاس عالم مع بلجيكا مباراه ولا اروع، وانت بتهدي له جون التعادل، كان برضه انت ممكن تكسب، وكان في بتضيع فرص مرموش وامام عاشور كان ممكن تطلع كسبان 2-3. فكل الاحداث دي تخليك داخل ماتش نيوزيلندا لا مطمن. نزلت يا عم اول ربع ساعه متكهرب، ما تعرفش بقى لعيبه مشحونه زياده ولا ايه، ماشي دخل فيا جون يا عم مش مشكله، دخل فيا جون لسه قدامي 75 دقيقه. الغريب بقى ان انت مش موجود، لعيبه تحس انها ناسيه الكوره. ناس كتير فنيين واتكلمت في حته بقى ايه مراكز غلط مش عارف ايه، ماشي مراكز غلط، توصل لعيب مش عارف يباص لزميله. يعني ايا كان اللعيب مش في مكانه مش عارف تباص لزميلك. ده في كوره مروان عطيه جنني، بيجري بالكوره المرموش، طب يا حبيبي ما تباصيله، لا ده بيجري بيوصله دريفري. مروان عطيه رايح يوصل لمرموش بيتزايا، واخد الاوردر ورايح له، ما تباصي يا عم. شوط اول كان عجيب غريب حاجه ما تفهمهاش. الشوط الثاني سبحان الله ما تعرفش ايه اللي حصل. الكابتن حسام ظبط شويه تعديلات، ودى زيكو مكانه، رجع امام عاشور بدل ما كان في الشمال خلاه في نص الملعب. صلاح بقى واخد الطرف بتاعه زي ما بيلعب طول عمره في ليفربول والكلام ده، والحته اللي صلاح متالق فيها. فالشكل العام اتغير اتعدل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرم اخوك مصطفى زيكو اللعيب ده. والله الواحد فرحان له فرح، انا فرحان للكابتن حسام حسن، فرحان لمصطفى زيكو، فرحان لمصطفى شوبير. الناس دي فرحانه عشاننا واحنا فرحانين عشانهم. يعني كابتن حسام بتاريخه الكبير ده كله، لا يعني انا فرحان ونفسي ان شاء الله نوصل لابعد مكان، علشان الراجل ده مخلص. الراجل ده همه فعلا تيشيرت منتخب مصر، همه الناس فعلا، لا همه عقد ولا هم. انا عايزك تتخيل لو اللي حصل امبارح ده واللي بيحصل اليومين دول اللي احنا عايشينهم كان مدرب اجنبي، يا لهوي يا على اللي بيحصل، وهيطلب دولارات وهيطلب مش عارف ايه، ويقول لك حقه. ومصطفى زيكو ومصطفى شوبير، لان مصطفى زيكو كمان ده لعيب من سنه كان بيلعب في نادي زد، يعني ماله بمال العالميه. راجل كل القصه بيتنقل لنادي بيراميدز، بيلعب له كام ماتش في افريقيا، انضم لمنتخب مصر، هوبا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه، بيلعب في روسيا بيسجل، بيلعب في البرازيل بيسجل، بيلعب كاس عالم وهو ربنا سبحانه وتعالى بيفتحها عليه. فلعيب جايبها من تحت شقيان، فالواحد بيفرح للناس دي. ما علينا. الشوط الثاني زي ما بقول لك
حطينا الجون، بعدين ابو مكه ربنا كرمنا سبحانه وتعالى حطينا الثاني، هنا الواحد، هنا فرح بقى. فمن هنا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى ايه، لاقي الامور ان شاء الله فيها فرحه. فضلت الامور ماشيه لحد ما جه بقى تغيير اخوك محمود حسن تريزيجيه. وهنا بقى اللي انا بقول لك، الواحد بيتقدم تريزيجيه يعني بيعتذر له وبيقول له يا اخي كتر خيرك. الفرق بين نزول تريزيجيه ونزول زيزو ده كل الناس اتكلمت فيه. زيزو نازل مش مبسوط انه مركون ومش عارف ايه وبتاع، وتريزيجيه كان نازل عادي، رغم ان زيزو الماتش اللي فات نزل، تريزيجيه ما شمهاش. تريزيجيه عشان نازل مركز نزل الله اكبر من اول كوره ليه جون طق، وجون صعب قوي، عكس زيزو اللي نازل زهقان. يعني الكرة اللي ضيعها دي زيزو لو نازل بنفس تفكير تريزيجيه ومركز وان مش مهم نلعب، اهم حاجه الفرقه والكلام ده، لا كانت كرة جون. انت بعد ما قرصت يا زيزو، بعد ما كسرت ولميت الجون اتفتحت يا عم. حتى لو طلعت بره زي بتاع طارق السعيد في ماتش مصر والمغرب في تصفيات 98 تقريبا، خدت بالك، محدش هيلومك لان انت عملت الصح، انت خلاص رقص ملهاش غير ان انت تحطها كده. انما انت وقفت بيها حلو، ادام وقفت بيها دي مش انت بقى خالص، ما بقتش بتاعتك، لازم تتسند اللي جاي من ورا. انت بتاعتك كسرت لميت الجون، حط في الجون زي ما تيجي بقى، جت في العارضه دخلت طلعت بره، خلاص امر الله، لان المدافعين ممكن يلحقوا يردوا بارتداد بسرعه يغطوا الخط، الكلام ده كله. انما انت كسرت وقررت انك تقف وتفكر تاني في قرار، خلاص ما بقتش بتاعتك، ما تفكر الا واحد بس اللي ممكن يعملها كده في مصر، حسين الشحات، بيروح حاططها في سقف الجول. وبما انك مش حسين الشحات، لا خلاص دي تتسند للي جاي من ورا. لكن في المجمل الحمد لله الشوط الثاني كان مهم جدا ان انت ترجع وتختم من غير ما يخش فيك اجوان. يعني كان ماتش انتهي كمان 4-1 بس خلص 3-1 الحمد لله، بس كويس انك ناهي 3-1 ومش داخل فيك جون. حته انك تختم المباراه وانت اللي مسجل دي بتديك نفسيا حلو للمباراه اللي بعد كده. فالحمد لله فزنا على نيوزيلندا ودقنا مكسب مضاعف، فرحته مضاعفه. اول فوز لمصر في كاس العالم، حاجه اول مره. انا بقول لك ابويا وابوك وجدك وجدي ما عاشوهاش، ده انت بتتكلم من البطوله اللي بقى 92 سنه. فان شاء الله احنا ماتش ايران نكسب نتعادل زي الفل ان شاء الله باذن الله. نتقابل الفيديو الجاي باذن الله، ومنتخب مصر باذن الله كسبان ايران وصاعدين اول باذن الله. اشوفك على خير يا وحش، سلام عليكم.